السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم جديد من يوميات شطورة في البيت، هنعمل فيه محشي الكرنب بطريقتي، يا رب تعجبكم. اول حاجة هنبتدي بيها دلوقتي ان انا هعمل التسبيكة. يلا بينا نروح على النار ونشوف هنعمل ايه. حطيت كده على النار زيت، وهحط هنا معلقتين سمنة كبار. كده هنعمل التسبيكة بقى بتاعة المحشي. كده عندي هنا بصلة، انا بصلتين صغيرين كده انا مقطعاهم بالشكل ده، هنزلهم كده. بعد كده هحط هنا معلقه توم. في ناس بتستغرب ازاي المحشي عليه توم، لا بيبقى طعمه حلو قوي قوي، وخصوصا مع الكرنب كمان. بعد كده هنزل بالطماطم. انا فارمه برضو مع الطماطم بصل كده. هقلبها كده. بعد كده هبتدي بقى احط لها كل التوابل. عندي هنا كزبره ناشفه، وشطه، وفلفل اسود، وملح، كده. هسيبها بقى لحد ما تتسبك ونسلق الكرنب مع بعض. حطيت كده الميه على النار لحد ما غليت بالشكل ده. هحط لها بس معلقه كمون. بعد كده هنزل بالورق الكرنب بتاعي. انتي ممكن تحطي الكرنبه سليمه، لكن انا بحب اقطعها بالشكل ده. حطيته كده بالشكل ده. اول ما احس ان هو ابتدى يستوي من تحت هقلبه. كده، وهطلعه بقى واحط غيره لحد ما اخلص الكرنبه بتاعتي كلها بالشكل ده. عندي هنا الكرنب بتاعي كده بعد ما اتسلق. انا قطعته كله بالشكل ده، بس قلت اقطع معاكم الجزء ده كده مع بعض. انا قبل ما بقعد بحشي اروح ماسكه الكرنب كده واساوي الحرف بتاعه، وابتدي اقطعه كده الحجم اللي انا عايزاه كده، وابتدي اقطعه بالشكل ده كده، وارصه هنا كده. بيسهل عليا بعد كده لما ابتدي اقعد احشي الكرنب بتاعي بالشكل ده كده. كده خلاص
هكمل انا بقى دول كده بعدين. وكده بقى عندي الكرنب بالشكل ده. هبتدي بقى احشيه. عندي هنا رز انا طبعا غسلته وصفيته. هنزل عليه كده بالتسبيكه اللي احنا سبكناها مع بعض. وعندي هنا خضره، طبعا خضره محشي، كزبره على بقدونس على شبت. هقلبها كده مع بعض كويس. بعد ما قلبت كده الخلطة بتاعتي بالشكل ده، هجيب هنا الحلة اهي. هحط هنا العيدان بتاعة الخضرة بتاعتي اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة، كام عود كده تحت في الحلة كده. بيدي المحشي كده ريحة وطعم حلو قوي كده. هبتدي بقى اخد الكرنب بتاعي. طبعا احنا عارفين الورقة الخضراء بناخدها كده في الاول كده، والفه بالشكل ده كده. ياخد ورقة كمان. الورقة عندي كبيرة كده بالشكل ده. هحاول اتني الحرف بتاعها كده بالشكل ده كده. همشي بقى بنظام الحلة كده في نفس الاتجاه كده كده. ان شاء الله الصباع يكون مقفول كويس وما يفكش منك لما يجي يستوي كده اهو. خلصت كده رص اول صف معايا بالشكل ده. هبتدي بقى ارص برضو الصف التاني بالشكل ده، بس هرصه العكس بقى كده. انا ابتديت مثلا من هنا اخدها بقى كده بالعرض كده بالشكل ده كده. هكمله بقى كله بالشكل ده، الصفوف عكس بعض كده لحد ما اخلص رص الحلة كلها. وبعد كده نبتدي نسويه مع بعض كده. هعمل اخر واحد ده معاكم كده. بعد ما خلصت لف الحلة بالشكل ده، هنا عندي بقى الشوربة. انا مش بحطها على المحشي كده على طول، بحط لها برجع احط لها توابل تاني، فلفل وملح وكزبرة وشوية كمون لو عايزة تحطي، مش عايزة بلاش. وعندي هنا صلصة بحط كده معلقة برضو. هقلبها كده كويس جربي كده تحطي توابل على الشوربة تاني
وتحط لها معلقه الصلصه دي، هتخلي المحشي معاكي لونه احمر كده، حتى مهما تكوني مزوده له الصلصه برضو معلقه الصلصه اللي في الشوربه ديت بتديله كده لون حلو قوي وطعم حلو. اقلبها كده كويس. انا حطيت ملح عشان خاطر الشوربه عندي ما كانتش حادقه قوي، او ما كانتش يعني حدقها مظبوط كده. خلاص هحط بقى الشوربه كده على المحشي. طبعا ههز المحشي كده كويس لحد ما اتاكد ان فعلا الشوربه نزلت فيه كله كده. بس كده خلاص. مش عايزه ازود له شوربه تاني، حاجه بسيطه كده بس. كده هحطه بقى على النار، واول ما يغلي بعد كده هروح موطيه عليه خالص. كده الحله بتاعتي بتاعت المحشي ابتدت تغلي بالشكل ده. كده هوطي عليه بقى واسيبه يستوي براحته خالص، وبعد كده نشوفه مع بعض. كده خلصت المحشي بتاعي واستوى، وده شكله كده في الاخر اهو. يا رب النهارده الوصفه تكون عجبتكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.